السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده مشتريات خزين العروسة في سلسلة جهاز العروسة. زي ما سمعتوا كده، لانكم كلكم من اول ما نزلت فيديو المشروبات والحاجات اللي مش اساسية وانتوا بتطلبوا مني الفيديو ده، فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو واقول لكم ايه الحاجات الاساسية في خزين العروسة. علشان انتوا طلبتوا مني الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. طيب قبل ما ابدا معاكم يا بنات اقول لكم ايه الحاجات الاساسيه اللي انا جبتها زي ما اتفقنا في كل فيديو. الحاجات دي هاتي منها الحاجات اللي تناسبك، ممكن تستغني بحاجه عن حاجه، والكميه حسب ما تقدري، حسب امكانياتك وحسب احتياجك انتي وحسب الحاجات اللي انتي بتفضليها وبتحبيها. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا اقول لكم ايه الحاجات اللي انا جبتها. طيب اول حاجه جبتها يا بنات هي المواد الدهنيه. فاول حاجه جبتها كده في المواد الدهنيه هي السمنة دي. انا جبت سمنة روابي، كنت حابة اجيب علبة واحدة اللي هي ال2 كيلو، لكن مامتي قالت لي لا، احنا نجيب عبوتين، كل عبوة تبقى كيلو عشان تفتحيها تستخدميها براحتك، والتانية تبقى مقفولة زي ما هي ما حصلهاش اي حاجة لحد ما تخلصي الاولى تستخدمي التانية براحتك. دي يا بنات سمنة روابي بالقشطة غير مهدرجة. انا ما بحبش اللي بالزيت النباتي ومش بحب اللي هي الزبدة الصفرا والكلام ده، فانا جبتها السمنة بالقشطة حلوة جدا على فكرة. وسعر الواحدة تقريبا كان 80 جنيه. الحاجات دي يعني انا جبتها لمراحل فانا مش فاكرة، بس هي ب80 جنيه، وفي حاجات مامتي جابتها فانا مش فاكراها. انا بقى بحب الزبدة، بحب الزبدة بالبيض، وبحب الزبدة كده لما تسيبيها تبقى طرية كده وناعمة، تفرديها مع مربى مع عسل، الميكسات دي بتبقى خطيرة. فانا بحب الزبدة بصراحة جدا. فجبت اللي هي فرن تحفة جدا. كنت بحب اللورباك، بس تقريبا اللورباك مقاطعة، وغير كده هي علشان سعرها غالي قوي ومش كل الناس بتجيبها، فما بقتش متوفرة حتى في الهايبر ماركت الكبيرة. كان سعر القالب لواحد كان كيلو كان ب120 جنيه. كمان يا بنات جبت زيت كريستال، جبت زيت عباد الشمس عشان عباد الشمس بيستحمل القلية، عشان في بنات كتير قوي مش بتبقى عارفة الفرق. على فكرة انا كنت منهم يعني. لحد فترة قريبة زيت عباد الشمس بيستحمل القلية وبيقلي الحاجة حلو وبيسخن بسرعة، ففيه مميزات كتيرة قوي عن زيت الذرة. ده كانت العبوة حوالي 2 كيلو أو 2 كيلو ونص، 2 لتر يعني، وكان تقريبا ب250 أو 210. كمان جبت بتاع عافية، جبت منه بقى الذرة، فبرضه حلو جدا، وتقريبا كان في نفس رينج السعر ده 210 أو 250. العبوة الواحدة كانت 2 لتر أو 2 لتر ونص مش فاكرة بالظبط. فبرضو جبتها حلو جدا لو انت هتعملي ميكس كده، الزيت مع السمنة، لو حد لا قدر الله معدته وجعاه عايز ياكل أكل خفيف مش دسم، فتضطري مثلا انك تطبخي بيه مرة. بيبقى حلو في التشويح في الحاجات دي. فالزيت برضو لا غنى عنه في البيت بصراحة. فدي الحاجات اللي انا جبتها في المواد الدهنية. كمان هجيب السمنة البلدي، بس لسه دي بقى تتجاب قبل الفرح باسبوع، او تتجاب مع خزين التلاجة مثلا مع العريس حاجة كده. كمان يا بنات جبت عبوة زيت الزيتون، دي سعرها 250 جنيه. 250 جنيه. دي اسمها خشالة، البراند ده حلو قوي. العبوة دي على فكرة عبوة صغيرة 250 ملي. انا ما بحبش زيت الزيتون، لكن والدتي قالت لي لا ان هو بيبقى حلو جدا على رشة كده على السلطة، لو هتعملي جبنة بزعتر تحطي رشة زيت زيتون حاجات كده. انا بصراحة مش من محبي زيت الزيتون، بس جبته لو هو بيحبه على فطار. ماما قالت لي ممكن ترشي منه على السلطة، حاجات كده معينة بيبقى فيها حلو، وهو زيت صحي جدا، بس انا بصراحة مش من محبي زيت الزيتون يعني. عشان كده جبت عبوة صغيرة، قلت اشوف بقى هو هيحبها اصلا او بيحبه ولا لا، وبعد كده بقى نعرف ايه الحاجات المفضلة بالنسبة لنا نعرف نجيبها او لا. كمان يا بنات جبت المكرونات. بص يا بنات انا المكرونات دي اللي جبتها، جبت الحاجات اللي انا بحبها وهستخدمها. يعني في ناس بتحب القوقعة انا ما جبتهاش، في ناس بتحب الحلزون ما جبتهاش، في ناس بتحب الخواتم الكبيرة انا مش بحبها، بحب الخواتم الصغيرة. فيعني هاتي كده احتياجاتك، هاتي الحاجات اللي انتي بتحبيها وحاسة انك انتي هتستخدميها وتستغليها وتعرفي تطبخيها، تعرفي تبتكري كده فيها.
المهم عشان ما اطولش عليكم، انا جبت من براند ستار، كنت حباها جدا بصراحه. جبت منها الاتنين الاسباجيتي دول، كان الواحد نص كيلو. مش فاكرة اسعار خالص يا بنات خالص، بس هي فرنجات الحاجات العادية، كيس ب25 وب30 وكده، ما عدا الحاجات اللي بتبقى كيلو دي كانت سعرها اعلى شوية. بس للأسف فعلا انا الحاجات دي جايباها على مراحل، فانا مش فاكرة، وفي حاجات والدتي اللي جايباها فانا معرفش بكام. كمان يا بنات جبت برضو الاتنين كيس دول، دي المكرونة القلم، طبعا كلنا مش بنستغنى عنها للبشاميل، المكرونة بصلصة الطماطم، الحاجات دي. فبرضو جبت منها كيسين، الكيس كان نص كيلو، لحد ما اعرف طبيعة استخدامنا هتبقى عاملة ازاي. برضو جبتها ماركة ستار، حلوة جدا بصراحة، انا بحبها وبحب حوا وبحب ايطاليانو، يعني في ماركات كتير بقت حلوة. جبت برضو الخواتم الصغيرة دي بتاعة الشوربة وكده، أنا بحبها جدا. ولما بيكون في أطفال وكده، كمان لو في عندك أطفال بتحب المكرونات الصغيرة، لو مثلا أولاد أختي أو أولاد إخواته الأطفال الصغيرة بتحب المكرونة الصغيرة وكده، وأنا بصراحة بحبها جدا يعني. فجبت برضو منها كيسين، الكيس كان نص كيلو. جبت الكيلو كده على بعضه بتاع لسان العصفور، لان ده غالبا بقى كل او اغلب الحاجات دي هتترص في علب الخزين، فمش عارفة بصراحة، انا جبت كيس كده على بعضه. وكمان ما لقيتش النص كيلو من لسان العصفور. الشعرية بقى لا غنى عنها مع الرز بالشعرية، لو هتعملي شعرية لوحدها تحمريها، لو هتعمليها في كشري في حاجة، فجبت برضو منها كيسين، الكيس كان نص كيلو. وانا بعشق المكرونه اللازانيا يا بنات، بحبها جدا وبحب اعملها وبحب ابتكر فيها وكده، فجبت بصراحه من ماركه الملكه العلبتين دول، المكرونه اللازانيا حلوين قوي. مش فاكره سعر الواحده، كان حاجه و40 جنيه تقريبا، كان 45 جنيه او 48 جنيه حاجه كده. فجبت منها العبوتين دول. كمان بقى يا بنات جبت المكرونه الفوتسيني، بحبها قوي قوي قوي، اللي هي المكرونه الشرايط، بموت فيها يا بنات، بعشقها، بحبها جدا مع النجريسكو، لان النجريسكو اساسها المكرونه الشرايط. بحبها لو هتعملي مكرونه وايت صوص، وتحمري كده جنبها، تشوحي فراخ وتقطعيها، بتبقى حلوه جدا. عشان كده انا جايبه منها كيسين، الكيس كيلو، مش نص كيلو، لا كيلو كده محترم، عشان بجد انا بحبها جدا جدا، وشكلها اصلا في الاكل وفي الاطباق وفي الغرف وفي السوا وفي كل الاوقات بتبقى حلوه جدا. فانا من محبيها هي واللازانيا، فجبتهم عجبوني جدا. كمان يا بنات عايزه اقول لكم بقى الحاجات التانية اللي انا جبتها. جبت بقى انواع الرز يا بنات، انا كنت حابه اجيب ماركه حبه وحبه، لكن بصراحه ما لقيتهاش. كنت بنزل حوالي اسبوع، كل مره انزل في هايبر ماركت وانزل محلات صغيره وانزل عند العطارين والعلافين، مش لاقيه خالص حبه وحبه. فلقيت كيس واحد، الكيس كان كيلو وكان ب32 جنيه، واخدته كده وجبته لماما في البيت عملته. واضطريت بقى ان انا اجيب من الضحى، برضو الضحى ماركة حلوة وكويسة، فجبت منها. كنت حابة اجيب الاكياس 6 اكياس، لكن ما لقيتش، او يعني حسيت ان الموضوع هوفر حوالي 60 جنيه لو جبت الشكارة، فقلت لا خلاص انا هجيب شكارة رز الضحى. الشكارة دي يا بنات انا بس طبعا مش عارفة اوريها لكم في الكادر كلها، فحابة بس اوريكم الماركة. انا جبت الرز بتاع الضحى، الشكارة 6 كيلو، عاملة 350 جنيه، دي بقى انا فاكراها. فجبتها. وحبيت كده اجيب رز بسمتي، نعمله بقى بالكاري بالكركم، نعمله جنب شيش طاووق، تعملي له كبسة، تروقي كده عليه وعلى نفسك. فجبت كيلو واحد، ده يا بنات كان سعره حاجة و90 جنيه تقريبا. فانا جبت كيلو واحد، لان اصلا الرز البسمتي بيملى كده وبيفشر بسرعة، يعني الحباية حجمها بيزيد وبيبقى اكتر حتى من الرز الطبيعي. فقلت لا، كيلو علينا احنا الاتنين، ممكن يتعمل على 3 مرات اصلا. والاكلة بتاعة الرز البسمتي بتبقى اكلة مرة واحدة، يعني هتعمليها هتاكليها مرة واحدة وخلاص، مش بقى هتسخني وكده، لا خالص. فقلت خلاص هو كيلو حلو قوي، ولو احتجت تاني بقى وقت ما يخلص نبقى نجيب بقى وقتها. فجبته. دي انواع الرز طبعا اللي انا جبتها، جبت كده كيلو رز بسمتي محترم من براند حلو زي الضحى،
وجبت برضو الرز الابيض لا غنى عنه. كمان يا بنات مامتي ربنا يخليها لي جابت لي الفريك ده فريك بلدي 2 كيلو، سعر الكيلو تقريبا كان 45 جنيه، كانت موصية كده عليه جابتهم لي برضو حلوين جدا فجبتهم. اخر حاجة بقى يا بنات حابة ان انا اوريها لكم، انا جبت البقسماط. البقسماط ده انا شايفة انه من الحاجات الاساسية، خصوصا ان انا جوزي ان شاء الله بيحب البفتيك جدا وبيحب البانيه وبيحب الحاجات دي، فهحتاج بقسماط. انا كنت بحب اجيب بتاع ريتش باك، لكن بصراحة الحجم بتاعه صغير ملقتش منه الاحجام الكبيرة خالص، فالبراند دي حاسة انها هي يعني شفت شكل البقسماط نفسه، شفته كده كان حلو ونضيف، الطحين يعني بتاع البقسماط مكانش مختلف كتير، والحجم بتاعه كان اكبر وكان ارخص حوالي 5 جنيه عن ريتش باك، فجبت الاتنين دول اللي بتقعدوا معايا فترة حلوة. وجبت النشا، كانت الحاجة الوحيدة اللي لسه مجبتهاش فجبتها. احسن حاجة في النشا اللي هي الكورن فلاور اللي هي من الذرة. بس كده يا بنات كده الفيديو خلص. ده كده الجزء الاول. الجزء التاني ان شاء الله هتشوفوه هيكون فيه البقوليات زي اللوبيا والفاصوليا والعدس والحاجات دي كلها، كمان فيها التوابل زي البابريكا والشطة والليمون المجفف والقرنفل والجوز الطيب والحاجات دي كلها، علشان بس اشجعكم كده واحمسكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، مش هطول عليكم فيها. وكمان في فيديو صغير قوي هينزل لكم في خلطات وفي حاجات خطيره، ممكن برضو لو في بنوته عندها الامكانيه انها تجيبها وتدلع نفسها وتبتكر كده في بيتها وتطلع حاجات خطيره، برضو هينزل لكم قريب. بس كده يا بنات الفيديو خلص، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، هتوحشوني جدا وباي باي.